فيلمنا النهاردة بيبدأ بسجن شكله غريب في دولة تايلاند، وجوه السجن ده بنشوف الشرير بيرمنت وهو بيرشي الحارس، وبيبدأ إنه يتكلم في التليفون مع شخص معين، واللي بيعرفه يفهمه إن سرق دومة النينجا من سجلات الأدلة وحرقها تماما، وإنه كمان قتل المشرف اللي في المصنع وأخد منه المذكرة بتاعته اللي موجودة فيها أسماء الأطفال اللي شافوها وهو بيقتل الولد الصغير. ولما بيرمنت بيعرف الكلام ده بيفرح جدا، وده لأنه كده ما بقاش في حاجة يتحبس بسببها. وبنروح بعدها للبطل أليكس وبنشوفه وهو بيهاجم المتنمرين، قرب منهم وبيرجع يتدرب على حركات النينجا وبيحاول يتسلق جدار عالي، ولكن للأسف ما بيقدرش وبيقع على الأرض. بالصدفة بنشوف الوشاح بتاعه وبيفتكر صديقه نكمور، وفي تاني يوم أليكس بينضم لوالدته سيلانا وباقي عيلته على الفطار. وساعتها جون زوج والدته بيقول لهم إنه عنده مفاجأة ليهم، وهي إن في شركة اشترت التطبيق بتاعه بمقابل 150 ألف دولار. فبينبهر سيرينا هي وكل الموجودين، وبيبدأ جون يعرفهم إنه قرر ياخدهم في رحلة لأي بلد يختاروها، إن كل واحد بيكون عاوز يروح لمكان مختلف. جون بيشتتهم وبيفهمهم إنه هيعمل صندوق للتصويت، وإن أكتر بلد هتاخد نسبة أصوات هيروحوها على طول من غير تفكير. عرفهم إن يديهم فرصة كام يوم علشان يقرروا. لما الاجتماع بينتهي أليكس بيسيبهم بيطلع لأوضته، بيحاول يتصل على صديقته جيسكا أكتر من مرة، ولكنها ما بتردش عليه. ومجرد ما بيدخل الأوضة أخوه شان بيطلب منه يصوت لأسبانيا، وده لأنه نفسه يروحها بأي طريقة، ولأن أليكس بيبقى عاوز يخرجوا من الأوضة بيوافق على طلب. مجرد ما شون بيمشي أليكس بيرجع يبعت رسائل لجيسكا، ووقتها بنلاحظ إنها ما بقتش بترد عليه نهائيا. بيبدأ أليكس يتفرج على صورهم مع بعض وبيكون مفتقدها جدا جدا. وفجأة جيسكا بتشوف الرسائل ولكنها برضه ما بتقدرش تردش عليه. وبعد شوية أليكس بيروح يحضر التدريب مع زمايله أودوسيو، اللي بيقول له إن جيسكا أكيد مشغولة الفترة دي، وينصحه إنه لازم يزورها في البيت ويطمن عليها. بس في الوقت ده الدور بيجي على أليكس عشان يتسلق جدار عالي، لكنه للأسف بيفشل وما بيقدرش إنه يعمل كده وبيقع على الأرض. وساعتها المدرب بتاعه بيجي يزعله وبيهينه لأنه مش مركز في التدريب وبيسيبه ويمشي. والسبب ده اللي خلى أليكس يسيب التدريب ويروح لبيت جيسكا عشان يقابلها هناك. وهناك والد جيسكا بيفتح له الباب، بيعرفه إنها بتجهز علشان تقابله، لكن بمجرد ما جيسكا بتشوف أليكس بتسأله عن سبب زيارته، بتعرفه إنها مشغولة ورايحة تحضر حفلة مع طالب الثانوية. بتودعه بتقفل الباب، فبيحزن أليكس وبيمشي وهو متضايق جدا. وأثناء ما هو راجع البيت في عاصفة قوية بتتكون حواليه، فبيخاف أليكس وبياخد العجلة وبينطلق بسرعة. حتى بيشوف البارك وهو ماشي ورا أليكس، وفجأة البارك بيضرب أنفس صغير على الطريق، فبيتخض أليكس من اللي حصل وبيقع بالعجلة بتاعته. بمجرد ما بيجي يبص للأنفذ الصغير بيترعب جدا، وفجأة الأنفذ ده بيبدأ يتكلم معاه وبيعرفوا إنه مسكون بروح ناكامورا. راح أليكس برجوع صديقه من تاني وبيرحب بيه، وساعتها ناكامورا بيعرفوا إن بما إنه رجع له تاني يبقى بيرمنت ما أخدش العقاب اللي يستحقه، بيفهموا إنهم لازم يعرفوا إيه اللي حصل له بالظبط. ياخدوا أليكس وبيرجعوا البيت وبيدخلوا الأوضة، وهناك بيحط له عصير وبيدور في الأخبار عن أي معلومة تفيده. وبمجرد ما بيشغل التلفزيون بيعرف من الأخبار إن برومنت هيخرج من السجن، وده لأن كل الأدلة اللي ضده اختفت. أهم دليل المذكرة اختفت اللي بيكون فيها أسماء الأطفال اللي شافوا بيرمنت وهو بيقتل الولد الصغير. وبتبدأ الأخبار تعرض فيديو للمحامي بتاعه مع الصحفيين، وبيقولوا إن خلال أسبوع بيرمنت هيخرج من السجن، وده لأن مفيش أي دليل يدينه أو يأكد إنه مذنب. وقتها بس أليكس ونكمور بيتصدموا جدا لما بيسمعوا الكلام ده، وساعتها نكمور بيبقى شايف إنهم لازم يسافروا لتايلاند في أقرب وقت ممكن. وبيفهم أليكس إنه يعتبر المعلم بتاعه إنه لو كمل معاه المهمة دي هيبقى نينجا حقيقي، فبيفرح أليكس بكلامه. فجأة سيرينا بتدخل عليهم وبتطلب من أليكس إنه يخرج الأنفود ده بره البيت، وده لأن جون عنده حساسية من الحيوانات. وفعلا أليكس بياخده الأوضة بره البيت وبيقدم له عصير وبيقول له إن هما لازم يصنعوا له جسم جديد بدل الأنف ده. وقتها أليكس بتيجي له فكرة مجنونة، بيروح لسيرينا ويطلب منها إنها تصنع له دمية نينجا جديدة بدل اللي ضاعت. فبتوافق سيرينا على طلبه وبتبدأ في صنع دمية. ومجرد ما أليكس بيفتكر إنهم هيروحوا رحلة قريب بتجيله فكرة، وبيعرف سيرينا إن تايلاند بلد جميلة وفيها مناظر طبيعية كتير، وبيبدأ يشرح لها قد إيه لازم يروحها وبيأثر عليها لأن محبين طبيعة، وبيروح يعمل بحث عن تايلاند.
أماكن الفنادق، وبيختار فندق جنب السكن. وبالليل سيرينا بتكون خلصت دومية النينجا الجديدة، وبعد شوية أليكس وباقي العيلة بيتجمعوا علشان يفتحوا صندوق التصويت. أول صوت لمدينة فرانكروت، أما الصوت التاني في بيبقى لدولة أسبانيا. وبعدها جون بيفتح الصوت التالت اللي بيبقى لدولة تايلاند، وبيتفاجئوا كلهم بمجرد ما بيقولوا إن الصوت رخيل لنفس المكان، وبيقرروا إنهم يسافروا لتايلاند في أقرب وقت. وساعتها شون بيتضايق جدا إن أليكس خدعه، برغم من كده أليكس بيوريهم إن هو جهز كل حاجة في الرحلة، زي الفندق اللي هينزلوا فيه وكمان الأماكن اللي هيزوروها. وبينبهر جون إن أليكس منظم كل حاجة في الرحلة، وكمان مختار أماكن جميلة ورخيصة. لكن بعد شوية أليكس بيروح لناكامورا، بتصدم لما بيشوفه هو تعبان جدا واللي بيكون على وشك الموت لأنه شرب العصير كله. بيجري بسرعة عليه وبيروح ياخد الشنطة اللي فيها الدمية اللي سيرينا صنعتها، وبيحط لها لناكامورا علشان يتقل جسمه. وبيخرج بسرعة، وساعتها البارك بيضرب المكان، ويبدأ ناكامورا ينتقل لجسمه الجديد اللي بيبقى عبارة عن دمية نينجا لونها رمادي. ومجرد ما هما الاتنين بيرجعوا لأوضة ناكامورا بيكون متعصب جدا، وده لأنه مرسوم عليه قلوب زي الدمية بتاعة البنات. وبيتضايق جدا لأنه بحشي بالبسلة مش بالقطن، وده اللي مخلي وزنه تقيل جدا وكمان مش معصب بتاعه. فبيهديه أليكس، وبيعرفوا إن كل حاجة جاهزة علشان يسافروا لتايلاند، وبكده يقدروا ينتقموا من إبريمنت في أسرع وقت. هيفرح ناكامورا بيتغاضى عن شكله ولونه الغريب، وبعد مدة بتشوف الطيارة بتاعتهم اللي بتوصل لتايلاند، واللي بمجرد ما بيخرجوا من المطار بيركبوا عربية غريبة، برغم إن السواق بيكون مجنون لأنه بيوصلهم للفندق بسلام، وبيبهروا كلهم من جمال الأوضة اللي بيكونوا هيقعدوا فيها. وساعتها أليكس بيبان عليه إنه فرحان جدا، وده لأنه شايف السجن من البلكونة. وبكده مهمتهم هتكون أسهل، وبيشغل أليكس إن كل واحد فيهم مشغول، وبيروح يتكلم مع ناكامورا وبيوضح له إن إبراهيم أنت هيخرج من السجن النهاردة. مجرد ما شون بيشوف كل شكل النينجا الجديد بيفضل يتريق عليه هو وأليكس، وبيتعصب ناكامورا وبيكون عاوز يضربه بأي طريقة، ولكن أليكس بيمنعه. بعدها أليكس وباقي العيلة بينزلوا يتمشوا في الشارع وبيشتروا الحاجات اللي محتاجينها. وأثناء ما هما في السوق أليكس بيشتري سيف مغلف لناكامورا، يقترح على سرينا وجون إن هما يجربوا العلاج بالأسماك، وفعلا الفكرة بتعجبهم. أما شون فبيروح يشتري طيارة داروين علشان يصوروا بيها. وساعتها أليكس بيستغل الفرصة وبيقول لهم إنه عايز يستكشف المكان ده لوحده، وبيسيبهم وبيمشي. ولأن السجن بيكون قريب منهم أليكس وناكامورا بيقدروا يوصلوا بسهولة، وبينضموا للصحفيين اللي بيكونوا مستنيين خروج إبراهيمنت. وفي اللحظة دي أليكس بيدي السيف لناكامورا اللي ما بيكونش عاجبه لأن لونه وردي هو كمان. ومجرد ما إبراهيمنت بيخرج كل الصحفيين بيتجمعوا حواليه والمحامي بتاعه، وبيبان إن إبراهيمنت سعيد جدا لأنه خرج من السجن، وده على عكس ناكامورا اللي بيكون متعصب وعايز يقتله بأي طريقة. وقبل ما إبراهيمنت بيمشي ناكامورا بيتكلم بصوت بنته بيسأله هو ليه قتل ولد صغير بالعصاية بتاعته. ساعتها كل الموجودين بيفهموا إن الصحفية اللي سألته السؤال ده، فبتعصب المحامي بيقول لها إن ده ما حصلش، وبياخد إبراهيمنت في العربية بتاعته وبيسيبهم وبيمشي. وساعتها أليكس بيتحمس وبيركب عربية أجرة وبينطلق وراهم، بيشوفهم وهم داخلين لواحد من المطاعم فبيدخل وراهم، بيقعد قريب منهم علشان يسمع كلامهم. في الوقت ده نادلة بتشوف كامورا وبيعجبها جدا، وكامورا بيفهم أليكس إنه يقرب منهم كده عشان يسمع هما بيقولوا ايه، وبيطلب منه انه يصورهم. وفعلا ناكامورا بيبدأ يتسلم من ما بين الكراسي وبيقرب منه وبيسمعهم هما بيتكلموا. بمجرد ما ابراهيم انت بيشوف اليكس وهو بيصورهم بيفهم ان التجسس عليهم، ولكن وقتها المحامي بيقول له ان ده مجرد ولد صغير. وفي اللحظة دي اليكس بيجيله اتصال من اودويوس اللي بيعرفه ان جيسكا بقت بتحب واحد تاني، وانه ممكن يتأكد من صورها في حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي. ومن ناحية ناكامورا بيحاول يسمع كلام ابراهيم انت مع المحامي، وبيفهم من كلامهم ان المحامي هو اللي سرق المذكرة اللي فيها اسماء الاطفال، وانه هيديها لابراهيم مقابل 200,000 دولار. فبيتصدم ناكامورا لما بيعرف انهم بيخططوا لقتل الاطفال دول، وده علشان فيهم يشهد على ابراهيمنتو بيقول الحقيقه. وبنرجع تاني لالكس اللي بيكون ناسي المهمه وفتح حسابه عشان يشوف البت بتاعته وهي فعلا متصوره مع حبيبها، فبيتضايق جدا وبيتعصب وما يكونش فاهم هي عملت معاه ليه كده. وفجاه بيجي طفل صغير وبياخد ناكامورا ويبعده عن ابراهيمنتو والمحامي، وللاسف ناكامورا ما بيعرفش المكان اللي هما بيتقابلوا فيه علشان ينفذوا خطتهم. وفي اللحظه دي المحامي بيدي لابراهيمنتو ورقه فيها عنوان مطعمه علشان يجي يقابله هناك. ومن ناحية تانية بتيجي والدة الطفل الصغير واللي بتاخد ناكامورا وبتروح ترجعه لإبراهيمنت على أساس إن الدمية بتاعته، ولكن فجأة بتيجي نادلة وبتفهم والدة الطفل الصغير إنها بتاعت أليكس وبترجعها له. في الوقت ده إبراهيمنت بيودع المحامي وبيخرج من المطعم هما الاتنين بيتفرقوا. للأسف أليكس وناكامورا ما بيلحقوش يروحوا وراهم. وفي الوقت ده ناكامورا بيفهم أليكس إنهم لازم يوصلوا للمذكرة، ده لأنهم لو ما سلموها للشرطة إبراهيمنت هيتسجن من تاني وياخد عقابه اللي يستحقه. ولحسن الحظ الورقة اللي فيها عنوان مطعم المحامي بتوع عليهم يعرفوا مكانه. بالليل أليكس بياخد عيلته بيروح لمطعم مشهور علشان يتعشى هناك، وهناك أليكس بيسيبهم على أساس إنه يدخل الحمام، ولكن في الحقيقة بيروح لممر معين بيوصله لمطعم المحامي. وساعتها ناكامورا بيقدر إنه يوصل المكتب من خلال الشباك، أما أليكس بيستخدم صندوق القمامة
وبيقف عليه وبيوصل السلم وبيقدر إنه يدخل المكتب، وهناك هما الاتنين يقدروا يدوروا في المكان على المذكرة، ومجرد ما أليكس بيمسكها بيرجع يسيبها من تاني لأن جيسيكا بتتصل عليه وبيروح يرد عليه وهو متضايق جدا من اللي هي عملته. ساعتها جيسيكا ما بتكونش مهتمة وبتقوله إنه مش من نوعها المفضل، بتعرفه إنها ارتبطت بواحد تاني، فبتعصب أليكس ويلومها. وفجأة ناكامورا بيحس إن في حد هيفتح الباب، فبياخد تليفون أليكس وبين المكالمة وبيستخبوا هما الاتنين تحت المكتب. وفعلا المحامي بيدخل لمكانه وبيدي المذكرة لإبراهيم وبياخد منه الفلوس، وبيقترح عليه ان اول بنت هيقتلها وبيعرفوا ان اسمها هاني بي، وده لانها عايشه على جزيره قريبه منهم. بيوضح لهم انها شغاله في مطعم مع العيله اللي تبنتها. ومن ناحيه تانية اليكس وناكامورا بيكونوا سامعين كل الكلام ده، وقبل ما ابراهيم ياخد المذكره ويمشي تليفون اليكس بيرن، وساعتها المحامي بيعرف مكانه وبيمسكه. فبتوتر أليكس وبيقول لهم إن الكرة بتاعته دخلت من الشباك وإنه دخل وراه علشان يجيبها مش أكتر. لكن إبراهيم بيكون متأكد إن ده هو نفس الولد اللي شافه في المطعم، ويفهم إن هو بيراقبهم. بيتعصب المحامي على أليكس وبيخلي إبراهيم ياخد المذكرة ويمشي من المكان، وبرغم إن ناكامورا بيكون شايف المحامي وهو ماسك أليكس وعاوز يضربه لأنه بيسيبه وبيخرج من الشباك. وبيروح ورا إبراهيم وبيفضل يجري وراه وبيستخدم الخيط وبيربطه في السيف وبيرميه على العربية اللي إبراهيم بيركبها وبينطلق بسرعة. ورغم كده ناكامورا بيوصل للعربية وبياخد السيف وبيقدر إنه يوصل للمذكرة، ولكنه بمجرد ما بيمسكها بتيجي دراجة نارية وبتخبط فيه وبتوقعه على الأرض. ونرجع تاني لأليكس والمحامي اللي بيسأله هو ليه بيراقبهم، فبيتوتر أليكس وبيقول له إنه جاي مع عيلته علشان يتعشوا في المطعم بتاعه. ساعتها المحامي بيعرفه إن مفيش غير راجل واحد بس موجود في المطعم، بيخرج القبضة الحديدية بتاعته علشان يضربوا بيها. واللي قبل ما بيعمل كده ستيوارت بيدخل المكان ومبين إنه مش في كامل وعيه وبيسألهم عن الحمام. وساعتها المحامي بيحاول يخرج ستيوارت اللي بيضربه بمنتهى السهولة وبيفقدوا الوعي، فبيحضنوا أليكس وهو فرحان جدا وبيعرفوا إن بقية العيلة موجودة في تايلاند. وبعدها بياخدوه وبيروحوا للمطعم اللي هما فيه، وهناك أليكس بيكذب عليه فاهمهم إنه قابل ستيوارت بالصدفة وهو رايح الحمام، فبتحضنه سيرينا وبتكون فرحانة بيه جدا. وأثناء ما هما بيتعشوا مع بعض ناكامورا بيرجع من تاني وبيروح يدخل جوه شنطة أليكس من غير ما حد ياخد باله. وقبل ما أليكس وعيلته يمشوا من المكان ستيوارت بيوقفهم بيقول لهم إنه هيفضل موجود معاهم طول فترة الرحلة. وفي الوقت ده جون بيبان عليه إنه متضايق جدا. وبعد شوية أليكس وعيلته بيرجعوا للبيت، وهناك جون بيكون عاوز يبعد عن ستيوارت بأي طريقة ممكنة. أما أليكس بيخرج للبلكونة وبيطلع ناكامورا من الشنطة وبيفضل يزعق له ويلومه لأنه اتخلى عنه وكان هيسيبه يتضرب. ومن ناحية تانية ناكامورا بيرمي كل اللوم عليه، وده لأنه لو ما كانش كلم جيسيكا كان زمانه أخد باله من المذكرة اللي كانت على المكتب. ولكن وقتها أليكس ما بيهتمش بكلامه وبيتريق عليه، وده لأنه هو كمان ما قدرش يسرق المذكرة بريمنت. وفي اللحظة دي جون بيشوف أليكس وهو بيتكلم في البلكونة وبيشك في اللي بيحصل. ساعتها أليكس بيتعصب على ناكامورا لأنه خذله زي ما خذل الأطفال اللي كان المفروض يحميهم. بعد ما شون بيدخل عليهم ناكامورا بيوقع نفسه وما بيتحركش، وبيفضل شون يتريق على أليكس لأنه واقف يتكلم مع دوميا. وبعدها هما الاتنين بيقرروا يدخلوا من البلكونة وبيسيبوا ناكامورا لوحده وسط المطر. وبعد شوية أليكس بيستغل إن جون متضايق جدا من وجود ستيوارت وبيقول له إن في جزيرة قريبة منهم ممكن يقضوا فيها باقي الرحلة. ووقتها بنفهم إن الجزيرة دي هي نفس الجزيرة اللي بي عايشة فيها. الفكرة دي بتعجب جون وبيبدأ كلهم يلموا حاجتهم، لأن سيرينا ما بتناقش في كامل وعيها بتتصل على ستيوارت وبتعرفوا اللي هم ناويين عليه. وفي تاني يوم أليكس بيدخل الشنطة لناكامورا في البلكونة، وبعد شوية بيمشوا من الفندق وبيركبوا العربية اللي بتاخدهم بينطلقوا لما بييجوا يحجزوا تذاكر السفينة اللي هتنقلهم للجزيرة بيلاقوها خلصت كلها. ولكنهم بعدها بيتواجهوا بستيوارت بيعرفوا إنه اشترى لهم 5 تذاكر. ساعتها جون بيكون مصدوم جدا إنه هيجي معاهم، وبيروح كلهم يركبوا السفينة اللي بتاخدهم وبتنطلق. وبعد شوية بيوصلوا لجزيرة معينة في وسط البحر، وهناك في بنت صغيرة بتدي لسيرينا منشور افتتاح مطعم مزرعة الأفاعي، فبتنبهر سيرينا وبتروح تديله لأليكس. بتفهم إنهم ممكن يزوروا المكان ده. أما شون فبيفضل يلعب بطيارة الدوران وبيصوروا بيها كل حاجة تيجي قدامهم، ولكنه بعد شوية بيزهق وبيسيبها على المكتب يخرج. وأول ما أليكس بيلاقي نفسه لوحده بيروح يتكلم مع كورا وبيفهمه إن في 12 مطعم موجود على الجزيرة، إن أكيد هاني بي هتكون بتشتغل في واحد منهم. عرفه انه مش محتاج لمساعدته لانه ممكن يتخلى عنه في اي وقت. ولما بيسيبه لوحده وبيخرج ناكامورا بيتضايق جدا. وبعد شويه شون بيشوف اليكس وبيطلب منه انه يروح معاه، ولكن وقتها اليكس بيرفض وبيمنعه وبيسيبه وبيمشي. وساعتها شون بيتضايق ويقرر انه يعرف هو بيخطط ليه بالظبط. وبيبدأ أليكس يروح للمطعم واحد ورا التاني وبيدور على هاني بول في كل مكان، وده على أمل إنه يقدر يوصل لها قبل العصابة. ورغم إنه بيروح لكل المطاعم إلا إنه ما بيلاقيهاش ولا واحد منهم. أثناء ما هو بيعدي على الطريق بتيجي فجأة درجة نارية وبتخبطه. ساعتها صاحب الدرجة بيخاف جدا وبيروح بسرعة علشان يطمن عليه. وفي الوقت ده أليكس بيطمنه على نفسه وبيسأله إذا كان هو صاحب مركز الغطس، وفعلا صاحب الدراجة أكد له المعلومة دي. وبيعرفوا إنه كمان كان شغال مترجم. ساعتها أليكس بيربط الأحداث ببعضها وبيعرف إنه المترجم ده هو اللي شاف
ابراهيم انت وهو بيقتل الولد الصغير، لما يجي يواجهه المترجم بيعترف له بالحقيقه. وبياخدوا لأقرب مطعم، بيعرفوا كل اللي حصل، بيقولوا انه عاوز يساعده في اثبات التهمه على ابراهيم انت. فهموا اليكس انه تدور على هاني بي في كل المطاعم لكنه ما لقاش، وساعتها المترجم بيطلب منه انه يعدي عليه كمان شويه على ما يكون عارف مكانها. فيفرح اليكس وبيشكره وبيسيبه، بيرجع لناكامورا بيبدأ يحكي له كل اللي حصل معاه وان المترجم هيساعده. فبينبهر ناكامورا من اللي اليكس عمله وبيحييه. وفجأة هما الاتنين فوق إن الطيارات الدوران كانت شغالة وبتصورهم وهما بيتكلموا مع بعض. وفجأة شون بيدخل عليهم وهو فرحان وبيقول لأليكس إنه شاف كل حاجة، وبيفضل يستفز ناكامورا وبيتريق عليه عشان يتحرك. وفعلا ناكامورا بينقض عليه وبيهاجمه وبيضربه، لكن أليكس بيمنعه وبيوقف على آخر لحظة وبيطلب من شون إن ده يكون سر ما بينهم. ساعتها شون بيوافق بشرط إنه يساعدهم في مهمته. إنهم يوافقوا وبيروحوا هما التلاتة لمكان مركز الغطس، وهناك أليكس بيطلب من شون إنه يفضل هنا ويراقب المكان ويسيبه وبيدخل المركز عشان يتكلم مع المترجم. فجأة إبراهيم انتو المحامي بيقفلوا الباب يخسروا أليكس، وبيروح إبراهيم انت ياخد عنوان هاني بي من المترجم اللي بيعتذر لأليكس، وفهم إنه عمل كده عشان محتاج فلوس. قبل ما المحامي يقتل أليكس ناكامورا بينقض عليه، ولكن المحامي بيقدر إنه يضربه بالنار، وده بيتسبب في إن البسلة اللي جواه بتخرج منه، وبالتالي ناكامورا ما بيقدرش يتحرك. وساعتها بريمنت والمحامي بيكونوا مصدومين من ان في دمية بتتحرك من الاساس، ولكنهم بيتجاهلوا الموضوع. بيروح المحامي يحط انبوب الاكسجين على السخان عشان ينفجر، وبيرمي اليكس وناكامورا في المخزن، وبيضرب المترجم وبيفقدوا الوعي عشان ما يبقاش في وراهم اي ادله. وبيرمي المترجم معاهم في المخزن وبيقفل الباب وبيسيبوا السخان شغال وبيخرجوا من مركز الغطس. وفي الوقت ده شون ما بياخدش باله منهم. ومن ناحيه تانية اليكس بيحاول انه يفتح الباب المخزن لكن هو ما بيقدرش. والمصيبه بقى ان درجه حراره انبوب الاكسجين بتزيد اكتر واكتر. ساعتها اليكس بيفقد الامل وبيقول انه هيموت وانه مستحيل يكون نينجا في يوم من الايام، وانه مجرد شخص عادي. وعشان كده جيسكا ما حبتهوش، يعني ما كانتش شايفاه الشخصيه المثاليه بالنسبه لها. وبيقطعوا ناكامورا وبيفهموا ان كونه اليكس دي ميزه في حد ذاتها، وبيشرح له انه برغم صغر سنه قدر يجيب عيلته كلها لتايلاند، وده عشان يوقف مجرم خطير وينقذ بنت صغيره. وبيتحمس أليكس وبتيجي له فكرة عشان يخرجوا من هنا، وبيفهم ناكامورا إنه هيشيل عينه فعلا بيعمل كده. وبعدها بيربطه في بندقية الصيد وبيطلقوا من تحت الباب، وبيقدر إنه يخرجوا من مركز الغطس، ولكن للأسف بيقع في مكان صرف الأمطار. وساعتها ناكامورا بينادي على شون اللي بيتخض لما بيشوفه وبيعرف اللي حصل، وبيدخل لمركز الغطس وبيفصل الكهرباء عن السخان. بيروح يفتح لأليكس اللي بيسحب المترجم عشان يخرجه من المخزن، لكن وقتها بيكتشف إن السخان لسه شغال وإن أبوه ممكن ينفجر في أي لحظة. فبيخاف جدا وبيخرج المترجم وبيخرجوا كلهم من المكان اللي بينفجر وبيتدمر تماما. ولحسن الحظ في جزء من الحيطان بيحميهم من الدمار، وبيكون السبب في ان بنته المحامي ما يشوفهمش ويفهموا انهم خلاص ماتوا. بمجرد ما المترجم بيفوق بيشرح لأليكس ان هاني بي موجودة في مطعم مزرعة الافاعي اللي الافتتاح بتاعها النهاردة. فبيعرف أليكس مكان المطعم من المنشور اللي معاه، وبعدها المترجم بيديهم مفتاح الدراجة النارية بتاعته عشان يوصلوا بسرعة. فعلا عشان بيشوف الدراجة بينطلق بسرعة جنونية، وفي الطريق أليكس بيحشي ناكامورا بالحلويات عشان يقدر يتحرك، ولكن شون واللي معاه منطلقين بسرعة كبيرة بيقدروا يعيدوا من إبراهيمنتو المحامي اللي بتصدموا لما بيشوفوهم بيجروا وراهم وبيطاردوهم. في اللحظة دي أليكس بيقفل ناكامورا بالشريط اللاصق، ولما يجي يركب له عيد في مكانها بتقع منه واحدة بالغلط. أما شون فبيسرق الدراجة بجنونة وبيطلع الطريق مختصر، وده علشان العربية ما توصلش. ولكن للأسف في درجات غريبة بتيجي وبتطاردهم، ومجرد ما أول واحد بيقرب منهم ناكامورا بيستخدم مشروب غازي وبيقدر إنه يغرقه بيه وبيقعوا على الأرض. ولكن فجأة الشخص التاني بيستخدم السلاح بتاعه وبيضرب نار عليهم، وساعتها ناكامورا بيرمي علبة حلويات وبيخليه يفقد تركيزه. بمجرد ما بيقعدوا من تحت جذع الشجر الشخص ده بيتخبط فيه وبيقع هو كمان. ومن فوق الجبل أليكس واللي معاه بيشوفوا إبراهيم اللي بيكون قادر إنه يوصل المطعم، فبينطلقوا بسرعة عشان يلحقوه قبل ما يعمل أي حاجة. وجوه المطعم وبتشوف هاني بي وهي بتقدم المشروبات للزبائن. وفجأة إبراهيم بيدخل المطعم بالمسدس بتاعه بيفضل يراقب هاني بي، ولكنه بعدها بيتصدم لما يشوف أليكس وشون واقفين قدامه. مجرد ما هاني بي بتشوف إبراهيم بتخاف بتوع المشروبات، وساعتها كل الزبائن بياخدوا بالهم من إن في حاجة غلط. وبرغم من كده إبراهيم ما بيكونش عاوز يقتلها قدام كل الموجودين. وفي اللحظة دي المحامي بيقطع كابل الكهرباء والنور بيطفي تماما، وساعتها إبراهيم بيروح يكسر صندوق الأفاعي وبينشر الذعر بين الناس. بتخاف هاني بيه وبتستغل الفرصة وبتستخبى منه بسرعة، لكن المحامي بيقدر إنه يخطفها وبيعرف إبراهيم وبيهربوا هما الاتنين من المكان. وبيعرف إبراهيم وبيهربوا هما الاتنين من المكان. وفي اللحظة دي ديمكور بيروح ينقذ أليكس من الأفاعي وبينطلقوا وراهم بسرعة عشان يلحقوهم. لما المحامي بيجي يحبس هاني بي في العربية بتقدر إنها تعضه وبتجري بسرعة وبتهرب منه، بتتجه ناحية الحظيرة. ولما المحامي يضربها بالنار شون بيخبطه بالدراجة النارية وبينقذها. وساعتها إبراهيم بياخد المسدس وبيروح وراه. بسبب كده أليكس بيطلب من ناكامورا انه يساعد شون في مواجهة المحامي. بيروح بسرعة ورا مينتو وبيشجع كل قوته وبيتسلق جدار عالي وبيمسك في الحافة
وبيدخل من الشباك الحظيرة اللي بتكون فيها مجموعة كبيرة من الأفاعي. لحسن الحظ أليكس بيقدر إنه يوصل لمكان هاني بي وبيطلع لها بسرعة وبيروح علشان يطمن عليها، ولكن فجأة بريمنت بيوصل لهم بيحاصرهم ويكون عاوز كل اللي يقتلهم. وفي اللحظة دي بنشوف ناكامورا وهو بيقتل المحامي اللي ما بيكونش قادر إنه يتصدى. ساعتها ناكامورا بيخلي شون يروح لأليكس علشان يساعده، فبيستغل المحامي الفرصة وبياخد المسدس وبيضرب نار على ناكامورا اللي بيقدر إنه يصد الطلقة بفضل السيف بتاعه، وكمان بيقدر إنه يتفادى كل الطلقات اللي بتتضرب عليه. ولكن لما بيجي ينط في الهوا في طلقة بتصيبه وبتقطع دراعه، وبالرغم من اللي حصل ده ناكامورا بيفضل يهاجم المحامي وينقذ له الوعي. ومن ناحية تانية شون ما بيكونش قادر إنه يدخل الحظيرة لأن الباب مقفول. بس في اللحظة دي بريمنت بيواجه المسدس ناحية أليكس وبيكون خلاص على وشك إنه يقتله، ولكن فجأة طيارة الدرون بتجري وبتهاجمه وبتفضل تشتته، فبيتعصب ريمنتو وبيخبطها وبيوقعها على الأرض. وفي الوقت ده أليكس بيستغل الفرصة وبيلف في الهواء وبيضرب ريمنتو ضربة قوية جدا وبيوقع المسدس منه. ومن ناحية تانية شون بيكون صور اللقطة دي، وبعد معركة عنيفة بريمنت بيمسك أليكس واللي قبل ما يقتله أني بي بيتدخل وبتضربها، وساعتها أليكس بيروح ياخد المسدس بسرعة، وبسبب اللي حصل ده بريمنت بيفقد أعصابه وبينقض عليهم، لكن أليكس بيقدر إنه يتفاداه بكل مهارة، بيخليه يتخبط ويقع في صندوق الأفاعي واللي بتكون سامة اللي بتفضل تلدغ فيه لحد ما بتموته. بعدها أليكس بيخرج من الحظيرة مع هاني بي وبيروح يحضن شون وبيشكره. بس في اللحظة دي الوقت بيكون شون يعرفوا إنه نزل الفيديو بتاعه على الإنترنت وبيقولوا إنه انتشر جدا وأخد لايكات كتيرة جدا. ده كله بيكون في وقت قصير، وفجأة جيسكا بتتصل على أليكس وبتعرفوا إنها شافت الفيديو بتاعه وبتقول له إيه ده هو كان شجاع وبقى شخص أفضل. فبيقول لها إن أليكس الشخصية دي ما اتغيرتش خالص عن ما قبل كده، دلوقتي ما بقتش نوع المفضل وإنهم لازم ينهوا علاقتهم دي في أقرب وقت. وبيقفل المكالمة فبتصدم جيسكا وبتحزن وبيفضلوا أصدقائها يتريقوا عليها. ومن الناحية التانية الشرطة بتوصل للمكان وكمان عيلة هاني بي بيجوا بيطلبوا يطمنوا عليها وبيعرفوا كل اللي حصل. وفي تاني يوم أليكس وباقي عيلته بيتعزموا في مطعم، كل الموجودين شايفين إن أليكس بطل عظيم وبيحتفلوا بيه. وبعد شوية أليكس بيسيبهم بيروح لمكان منعزل، وهناك بيفرح جدا لأن روح ناكامورا لسه موجودة في الدمية. في الوقت ده ناكامورا بيطمنه وبيعرفوا إنه مش هيسيبه التاني أبدا، وساعتها أليكس بيوريله إنه صنع له دمية جديدة، فبيفرح ناكامورا وبيشكره على كل حاجة هو عملها علشانه، وبيدخل جوه أوضته معينة وبيخلي البارك يضربه. وفعلا روح ناكامورا بتنتقل في الدمية الجديدة اللي بيكون شكلها جميل ومميز جدا. واخيرا أليكس يثبت انه فعلا بطل حقيقي بعد ما خاض مغامرة خطيرة جدا 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 بس عشان ينقذ الأطفال ويقدر يحقق حلمه اللي اتمناه، وهو انه يبقى نينجا عظيم. وبكده يا اصدقائي كل الحلقة خلصت، ويا ريت يا ريت تشجعوني باللايك والاشتراك والمتابعة لان في قصص كتيرة جامدة جدا هنزلها لكم لو في لايكات وفي تفاعل رايق.